ايه ده؟ ايه رأيك؟ اوبا، تتكلمي كمان عربي؟ اتكلم 5 لغات. ليه هم قالوا لك ان هم هنا عايزين مترجمين؟ قالوا لي انك زهقان ومحتاج حد يسليك. مين بقى اللي قال لك؟ داني. داني. يا ابن الاعدادي ده طلع. لا ما دام انت جايه بقى من ريحه الحبايب يبقى لازم تاخدي واجبك، ولا ايه؟ بس احنا عندنا الضيف لازم ياخد واجبه، وانت ضيفه. ف قلت لي بقى هم كام لغه؟ 5 languages. لا ده مشوار طويل قوي، وانا اصلي غبي شويه في استيعابي، فاهمه؟ انت دي الفرنساوي؟ Je parle français comme des oiseaux. لا من غير كلام خالص، احنا لسه هنتكلم. يا خال. اهلا يا عمر، تعال. انا جاهز ساعتك. ومال دمك حامي قوي كده؟ اقعد. لسه بدري قوي على الكلمه دي. كلمة ايه؟ كلمه جاهز. علشان تبقى جاهز ونبقى احنا مطمنين لازم تمر بشويه تدريبات وتتفرغ، وعلشان تتفرغ لازم تاخد اجازه من الشركه اللي انت فيها. بسيطة. والحجه موجوده. الوالده تعبانه ومحتاجه عنايه ورعايه، ولازم تكون جنبها. تمام. ومن هنا ورايح مش هتقابلني هنا. امال هنتقابل فين ساعتك؟ 8 الصبح تنزل من البيت. 8 ايه ساعتك؟ 8 الصبح. ايه ما سمعتش؟ لا سمعت يا فندم، بس بكدب وداني. ليه بقى ان شاء الله؟ يا باشا هو في تدريبات 8 الصبح؟ ايوه في. 4 و10 بالثانية يا فندم هبقى جاهز. فين ساعتك؟ مش شايف ان الاجازه دي طويله شويه يا عمر؟ والله ظروفي كده يا فندم، هعمل ايه سعادتك؟ وبعدين حضرتك عارف مفيش اغلى من الام. اه طبعا، بس انت مش شايف هو زمايلي ان شاء الله يا فندم هيسدوا مكاني واكتر ان شاء الله. وانا اوعد سعادتك اول ما اطمن على امي هقطع الاجازه واجي لك بنفسي. مش عارف اقول لك ايه. اتفضل. ربنا يخليك لينا يا فندم. اهو كده اكيد طبعا رفض، صح؟ طب لعلمك بقى، جلال بيه طلع قلبه كبير، اول ما عرف ان الاجازه عشان امي وافق على طول. حنين، يا بخت مامتك بيك يا عمر. خرب بيتك، هتنق على الوليه دي لسه خارجه من المستشفى. انا نق عليها يا عمر. طب ايه رايك بقى ان انا نفسي كده اشيلها من على الارض شيل؟ بلاش، انا هاجي لها النهارده لحد البيت اطبخ لها بايدي دول حمام محشي وممبار وكوارع كمان. ده على اساس ان امي عروسه يعني. يا بنتي دي بتتعالج. طب خلاص بلاش اطبخ لها، اجيب لها ايه وانا جايه النهارده؟ لا انت النهارده مش جايه. ليه؟ اسكتي. مش ماما سافرت فين؟ مع المنتخب. وحافظ على الكرة من المنتخب المصري أحمد حسن حليم، أحمد حسن حسام حسن الجواليني ويطلب وتصوير. امامنا. اهلا سالم، تفضل. سالم تعال هنا، اليوم سبت ما راح تلقى مكان. هجيب بس حاجه اشربها واجيبها. عم حوده. اهلا يا سالم. ازيك يا عم حوده؟ ولع قهوه دبل عشان فوق. حنانه يا سيدي. عم ضمنهولي. يا حبيبي. بتدور على مين وانا ادلك؟ عن الست ساره. ساره. ايه حكايتك مع ساره؟ عايز منها ايه؟ انت مالك؟ الحق عليا، عايز مصلحتك. وتطلع ايه بقى مصلحتي دي؟ تشتغل معايا. معاك انت؟ ايه الاداء ده؟ ايه معاك انت؟ معايا انا. الشغل معايا حرم. معايا هتشتغل اكتر وتكسب فلوس زي الرز. لا يا راجل. ولو صبرت شويه هرقيك واخليك مشرف على العمال. انت هو صايع وحرك وهتعرف تمسك الشغل معايا. القهوه. وهنصحك نصيحه غاليه يا سالم. في شغلانتنا دي لازم تبدا من الصفر عشان توصل. طب وانت ليه ما طلعتش من الصفر؟ عشان ما نفذتش النصيحه. بس انا عايزك تبقى احسن مني عشان الفلوس تجري في ايدك وتشيلها في شويلة. ده على اساس ان انت بقى بتوزع فلوسك كلها على العمال عندك. ده انت ابخل من عم دهب بتاع مجله ميكي. ميكي مين؟ وعايز توصل. هيدا المكان اللي قلت لك عليه. ما تشغلش بالك. مساء النور. سالم،
ابو نضال. اهلا وسهلا. اهلا فيك. يا ميت اهلا وسهلا يا ست الكل. اهلا حوده. محمود فيك تعتبره شيخ العرب رئتين. ده بس من ذوقك يا ست الكل. ابو نضال. يا اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. ميرسي. اللي ما تعرفوش بقى ان الست ساره ليها في القهوه دي اكتر من اللي ليا. اكتر اشي بحبه فيه حنينه الوطن. يعني شوف الصور اللي معلقها على الحيطان بتحس انك لساتك في مصر. انت عارف انه المصاروي هم اكتر شعوب لما يتركوا بلادهم بيصيبهم هومسك. ايه؟ هومسك يعني حنين للوطن. حبيبي يا حنين. فعلا زي ما بيقولوا اللي يشرب من نيلها لازم يرجع لها تاني. عشان بيبقى اجمل من البلهارسي. يا الله شو بحب هالاغنيه. خلاص يبقى يلا نرقص. نرقص. اتفضل. ميرسي. لا لا لا. صبر